السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات على الحج. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل مع بعض مربى الحرنكش. الحرنكش حتعرفوا تفاصيله في الفيديو، حكي لكم كل التفاصيل عن هذه النبتة الرائعة. المربى أكتر من رائعة، تحفة. بدي أورجيكم قبل ما نبدأ الفيديو تبعنا كيف شكل الحبات. الشكل هذا رائع، المربى رائعة، طعم، اللون، القوام ولا أروع. خليكم معايا ونبدأ وصفتنا. بسم الله. بداية هذا هو الحرنكش أو اسمه جراوند تشيري أو جولدن بيري. هو نبتة استوائية، بتكون زي حبة الكرز مغلفة بقشرة رقيقة بالشكل هذا. شايفين لونها أورانج. اسمه هنا في مصر الحرنكش، كتير معروف هنا، يعني بيبيعوه بالعربيات بالشوارع. طعمه بتحسوه خليط ما بين الكيوي والبرتقان. الآن بدي أرفع الحبة من القشرة هذه أو من التغليفة هذه، ما تقطعوهاش هيك قطع سحب حتغلبكم. بحاول هيك أعملها، شوفوا بلفها لف بكل سهولة. برفع كمان واحدة بالشكل هذا. وهيك بعد ما نقيت الحرنكش الآن بدي أغسله وأصفيه منيح. بدي أورجيكم شكل الحبة من جوا. شوفوا كيف فيها بذر، البذر تبعها زي فكرة الفراولة، التين. الآن عندي هنا كيلو الحرنكش، يحتاج لنص كيلو سكر. كل كيلو بده نص كيلو سكر. بخلطهم مع بعض. حطيت الحرنكش على الغاز، مجرد ما يبدأ يغلي بهدي النار تماما وبضيف العصير الليمون بعد ما يغلي. بدي أورجيكم لما صار يغلي قديش نزل مية. شايفين قديش؟ بدي أضيف، هذه إضافة اختياري، عود قرفة وقرنفل. وبدي أضيف عصير الليمون. لكل كيلو بحتاج معلقة كبيرة من عصير الليمون. وبدي أضيف كمان أقل من نص معلقة صغيرة من ملح الليمون أو حامض الليمون. مهم جدا بالمربيات كلها، أي رغوة عندك بتتكون لونها أبيض أو أي ريم، هذا بتحاولي إنك تتخلصي منه. بتضلك تطلع على المربى تشوفيها كل ما بتجمع ترفعي بالشكل هذا. خلاص هيك حطفي عليها. شوفوا هذه الرغوة رغوة، مش الريم اللي بدنا نطلعه. الرغوة الخفيفة الهشة هذه ما بتأثرش، لكن الريم اللي بيكون، هي شوفوا كنت أرفعه على جنب، كأنه الرغاوي الصفرة هذه اللي تبقى سميكة شوية، مش رغوة خفيفة. طفيت عليها وحسيبها تهدى تماما وتبرد، بعدين أحطها بالمرتبانات. شايفين المرتبانات بعقمها بالميكروويف. في عندك 3 خيارات لتعقيم المرتبانات، إما بالميكروويف 5 دقايق تلفيها، أو إنك تحطيها بالفرن 5 ل10 دقايق، أو 3 إنك تغليها وبعدين تحطيها على فوطة تنشف تماما، بس تكوني عاملة هذه الخطوة من بدري. وهيك بعد ما بردت المربى وحطيتها بالمرتبانات. المربى يا جماعة أنا أول مرة أعملها، تحفة تحفة تحفة. للي بيحب المربى الحامض حلو يعملها وهو مغمض. من أطيب أنواع المربيات، يعني بصراحة عندي تتصدر المربيات. فهيك بنكون عملنا مربى الحرنكش. بشكركم كتير على متابعتكم، حياكم الله.